لروائي الشاب سفيان مخناش عن رواية مخاض السلحفاة. وكما العادة الجوائز تفعل فعلتها بي للمرة الثانية. كانت قد فعلتها معي في الجائزة الأولى التي تحصلت عليها عن عملي الأول لا يترك في متناول الأطفال، التي نلت بها سنة 2011، صادرة في 2011، ونلت بها دورة 2012 جائزة رئيس الجمهورية المسماة علي معاشي. نفس الشيء كانت قبل أن تقرأ اللجنة محضر الجائزة أصبت بتوتر يعني لا يوصف، خصوصا أنه كانت الرواية قد نفذت في عامها الأول، طبعة كاملة نفذت قبل أن ترشح للجائزة. يعني خفت أنه مثلا ترشح للمرتبة الثالثة أو حتى التشجيعية أو حتى ينوه بها، يعني يكون بشكل ما صادم بالنسبة لي، وهي لاقت نجاح عن طرف القراء. نفس الشيء اليوم حصل معي، كنت متخوف جدا، لكن بما أني سمعت أنه كانت لجنة التحكيم من بينها الأستاذ سعيد بوطاجين وهو رئيس الملتقى بأكمله والسيد إبراهيم السعيدي، أنا أعرف عن هذين الشخصين أنهما لا يتساهلان وأنه نقدهما يعني يكون صارم، لهذا تقبلتها بصدر رحب. والجائزة الثانية لما سمعت أن الجائزة الثالثة حجبت من بين 9 أعمال، يعني هذا شرف لي يكفيني الحمد لله. الرواية مخاض السلحفاة هذا العنوان الرئيسي، يندرج ضمنه عنوان فرعي وهي قصة بوذا الذي لم يعبد. هذه كانت بمثابة تتمة، أو نقدر نقول بأنه الجزء الثاني اللي لا يترك في متناول الأطفال. صدرت لعام 2016 عن دار ميم للنشر. هي قصة لم تكن مثل الأولى، مثلا الأولى كانت هي قصة حب، لكن كانت تأخذ بشكل أكبر حيز وهي المظاهر الاجتماعية التي نعيشها حاليا في الواقع. أما الثانية بما أنها هي تكملة، لكن طورت نوعا ما من أساليب السردية، وطورت حتى من لغة الخطاب والحوار، وحتى أني غيرت من الراوي في الأول كانت أنثى، الثاني في مخاض السلحفاة كان رجل، وهو بشكل أو بآخر وصفته ببوذا. لهذا حتى عين الفوارة كانت حاضرة بامتياز، يعني هي كانت بطلة بشكل أو بآخر. الثانية حبيت نتطرق للتداخل الأجناس الأدبية فيما بينها، مثلا ما بين الشعراء والكتاب والقصاصين وإلى ما غير ذلك. والله حاليا يعني أنا ألاحظ بأن الجزائر تعيش حالة صحية جيدة جدا جدا بما يخص الرواية. نحن سمعنا مثلا في إحصائيات هذا السنة هناك 80 عنوان صدر في مجال الرواية، هو عدد قليل لكن في تحسن يعني مقارنة بأعوام أخرى. حتى الإقبال لاحظناه في الصالون الدولي للكتاب، لكن بعض النقاد شوية كانوا صارمين، أو نقول كانوا قاسيين نوعا ما في هذا نحو هذا الرقم، قالوا أنه صار كل من هب ودب يكتب. لكن معليش أنه تكون هناك عناوين كثيرة، لكن البقاء راح يكون دائما للنص الجيد. تقريبا هذه أول مرة أسمع أنه صارت للملتقيات سبونسور أو بمعنى الراعي، لكن يعني شيء محفز. ربما هذه سياسة جديدة انتهجتها وزارة الثقافة، أنه حتى تكون ملتقيات منتعشة وتواصل، خصوصا أنه احنا سمعنا أنه ملتقى الدولي لعبد الحميد بن هدوكة جمد لسنوات وهذا أعيد بعثه هذه السنة. أن يكون هناك سبونسورات ترعى هذه الملتقيات، يعني هذا شيء جيد. على الأقل راح تكون فيه نوعية، يعني نوعية في الخدمات، نوعية في الجوائز، نوعية في التنظيم. لهذا يعني حبذا أنه راح نسمع إن شاء الله أنه تكون هناك شركات كبرى تنشط هنا في الجزائر أنها تدعم الثقافة.